مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انقضت أمس في حدود منتصف الليل الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل طبقا لأحكام المادة 40 بعد 100 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد أودع 20 مترشحا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية التي ستفصل في صحة هذه الملفات من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ الإيداع حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يشارك وزير الخارجية عبد القادر مساهل في أشغال الدورة العادية 151 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستجري أشغالها بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 5 و6 مارس 2019. وستعكف هذه الدورة على مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن بحث سبل تعزيز وترقية العمل العربي المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذاتي الطابع الدولي على غرار الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية. بتونس ينعقد اليوم الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بمشاركة وزير العدل حافظي الأختام الطيب لوح. هذا واختتمت أمس أشغال الدورة 36 لاجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، التي شارك فيها الطيب لوح نيابة عن وزير الداخلية. لوح وفي كلمته أمس أكد ضرورة توحيد وتوافق الرؤى والتصورات بشأن ضبط سياسات الأمن في المنطقة العربية، مبرزا مجهودات الجزائر في مكافحة الإرهاب وترقية شبكات التعاون الأمني والسياسي مع دول الجوار وعلى المستوى الإقليمي العربي والدولي. هذا وسلمت الجزائر رئاسة الدورة إلى المملكة العربية السعودية. إلى روبورتاجاتنا الميدانية الآن. تمكن العديد من الشباب من خريجي المعاهد والجامعات من ولوج عالم المقاولاتية بفضل الاستفادة من مختلف آليات الدعم التي توفرها الدولة للشباب من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة. العينة من ولاية باتنا لشابة طموحة تمكنت من تحقيق مشروعها وإنشاء وحدة خاصة بإنتاج المواد شبه الصيدلانية بتمويل من أنساج. روبورتاج في الموضوع لشهرزاد ينون. بعد أن عانت لسنوات من البطالة، تمكنت هذه الشابة الطموحة من ولوج عالم المقاولاتية. خريجة كلية العلوم بجامعة باتنا تخصص الكيمياء العضوية، بادرت إلى إنشاء أول وحدة لإنتاج المواد الشبه الصيدلانية بولاية باتنا عن طريق أنساج. قمت بدراسة اقتصادية وتقنية للمشروع، تقدمت بهذا الطلب للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أنساج بولاية باتنا، والحمد لله حصلت على القرض الذي يقدر ب 1 مليون دينار. قد تم تمويل 294 مؤسسة التي بدورها أنشأنا 502 منصب شغل. تعكف الوحدة على إنتاج مختلف المواد شبه الصيدلانية بعد إخضاعها لتحاليل المختبر، مواد مطابقة للمعايير المعمول بها، لكن تسويقها يبقى مشكلا يعرقل ازدهار وتوسيع المشروع. المواد هي مواد شبه صيدلانية، لي زونتيسيبتيك، لي سافون ليكيد، لي فازلين، لي كريم هيدراتونت. عندنا بعض الصعوبات في تسويق المنتوج، نسوق للصيدليات، لي غروسيست بارافارماسيوتيك. نجاح وازدهار مثل هذه المشاريع مرهون بتمكين الشباب من الاستفادة من الصفقات العمومية، تطبيقا لما يقتضيه القانون بتخصيص 20% منها لفائدة الشباب المستثمر في إطار مختلف آليات الدعم. في
في القطاع الصحي تدعمت بلدية الطورة بولاية سوق هراس بمستشفى بسعة استيعاب تصل إلى 60 سريرا ويحوي مختلف المصالح الاستشفائية. مرفق عمومي من شأنه سد حاجيات ساكنة الشريط الحدودي وتخفيف معاناة التنقل إلى الولايات المجاورة للعلاج. محمد زمولية. انتعش قطاع الصحة بالشريط الحدودي ببلدية الطورة بمستشفى سعته 60 سريرا يشمل العديد من المصالح الاستشفائية الصحية من طب داخلي، طب الأطفال، الجراحة العامة، مصلحة التوليد والاستعجالات ومصلحة التحاليل المخبرية. تجهيزات عصرية يحتويها هذا المرفق العام تكفل العلاج لسكان الشريط الحدودي وتكفيهم معاناة التنقل. بلدية الطورة في مركز بين 5 بلديات ويغطي هذا المستشفى باقي البلديات الحدودية منها المراهنة، سيدي فرج، الخضارة، الحدادة، وصولا إلى ولاد مومن، ومن الناحية الأخرى بلدية مدوروج كذلك. من أطباء، ممرضين، أدوية، أجهزة، يعني المستشفى هذا متوفر على كل احتياجات اللازمة. كما استفادت ولاية سوق هراس من مركب عصري للأمومة والطفولة، مركب الشهيدة خديجة بن بنور الذي يحتوي على تجهيز عصري والذي يضمن خدمات نوعية. المستشفى الذي عالج 500 حالة حتى الآن من توليد وعلاج منذ الفاتح جانفي تاريخ وضعه الخدمة، عالج أيضا وبشكل قاطع مشكلة التنقل إلى ولايات مجاورة. في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي يراعي سياسة اجتماعية صحية للتكفل بالمواطنين، وضعنا في خلال الأشهر القليلة الماضية حيز الخدمة أكثر من 30 قاعة علاج، وسنتعرف انطلاقة في القريب العاجل إن شاء الله المؤسسة الاستشفائية بوسط المدينة لعملية ترميم وتجهيزات راح تمس مختلف المصالح المؤسسة الاستشفائية. المشاريع الصحية التي وضعت حيز الخدمة بولاية سوق هراس ذات أثر جهوي حيوي بما يضمن التنمية المتوازنة. نظمت قرية تابورت بولاية تيزي وزو الطبعة السادسة لعيد الزيتون بمشاركة أزيد من 50 منتجا، تظاهرة تخللتها العديد من النشاطات الثقافية ولقاءات تحسيسية لفائدة فلاحي المنطقة. يقول الأخبار كعوان. بهدف ترقية منتجات الزيتون والمحافظة على هذه الثمرة، عيد سنوي ينظم بقرية تابورت بمشاركة أكثر من 50 منتجا لزيت الزيتون ومشتقاته. التظاهرة فرصة للتعريف والتسويق منتجاتهم. وسادة ساقيغ على مراقيغ وجمهور تيكل ثم زواروث نروح باش نزنز باش نكسبوزي البرودوينا. كنا نساك سطاس القيمة إثمورتنا إيسيتنا نخلق التعاونية باش كني أتسلحوا لكي يتشارج شوالينا صغيرة. برنامج متنوع تخللته نشاطات ثقافية ولقاءات تحسيسية لفائدة فلاحي المنطقة حول كيفية غرس وجني وتطعيم الزيتون. نتولي كل زارتيزون تيكسبوزي نتولي شو خدمان نخدم لي شونجمون دو برودوي نتولي عندنا نفض لي برودوينا ان شاء الله هاد نساوالي الغاشير باش كنا نروح ناد المذن امك راه يكزمنا زمورنسن امك راه تداوين امك راه تخدمن باش كني كتني دياوي الغلا ابا عيشن يس. عيد الزيتون بأيت غبري موعد لعرض وتسويق منتجاتهم محليا إلى جانب إبراز الفوائد الصحية لزيت الزيتون. دوليا أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. هذا وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن مساء أمس غارة على موقع رصد شمال قطاع غزة ما خلف أضرار مادية، كما أصيب 3 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.
هلك 22 شخصا على الأقل جراء أعاصير ضربت ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة في حصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لتسجيل عدد معتبر من المفقودين. هذا وضرب إعصاران مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا. وحسب مرصد الأرصاد الجوية الأمريكي فإن سرعة الأعاصير تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة متسببة في خسائر مادية معتبرة. في أستراليا يشارك أكثر من 1000 من رجالي الإطفاء في مكافحة الحرائق التي مست غابات جنوب البلاد والعشرات من المنازل، والتي اندلعت نهاية الأسبوع على مساحة 6 هكتارات بفيكتوريا جنوب البلاد. نعود إلى الوطن وفي الرياضة، ولحساب الجولة الرابعة لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حقق فريق نصر حسين داي فوزا هاما أمام ضيفه نادي غورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 مساء أمس بملعب 5 جويليا الأولمبي. وبهذه النتيجة يرتقي النادي العاصمي إلى صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 7 نقاط. في المشهد الثقافي تختتم اليوم بمدينة تيزي وزو الطبعة 17 للمهرجان الثقافي الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي بدار الثقافة، وهذا بالإعلان عن المتوج بجائزة الزيتونة الذهبية التي يتنافس عليها 23 فيلما، من بينها 10 أفلام طويلة و6 أفلام وثائقية. وبهذا نكون قد وصلنا للختام. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم بخير.